عيلة كاملة ماتت في ليلة غامضة بطريقة مرعبة. أهل القرية لما دخلوا بيتهم شافوا إنه عبارة عن مجزرة حرفيا، كلهم مقتولين ومرميين على الأرض في مشهد مرعب لكل أهالي القرية. ما كانوش عارفين هو إيه سبب موتهم بالطريقة دي، فيا ترى هو إيه اللي حصل بالظبط والعيلة دي ماتت إزاي؟ في 15 ابريل سنة 2008 الساعة 2 بعد نص الليل في قرية بوان خيري في شمال الهند، صحي كل الناس اللي في المنطقة على صوت واحدة بتصوت. كل واحد كان قاعد في بيته وساب اللي في ايده وطلع يجري علشان يشوف ايه اللي حصل. الصوت كان جاي من بيت عيلة شوكت علي، وده واحد من اغنياء القرية اللي قاعدين فيها، عندهم اراضي وفلوس والدنيا معاهم حلوة. يا ترى مين بقى اللي بيصوت عندهم في البيت وايه اللي حصل اصلا؟ اول واحد وصل للبيت كان لطف الله خان، بس لما وصل فجأة صوت الست اللي بتصوت اختفى والمكان بقى هادي جدا، فاتحرك وراح وخبط على الباب. كان وقتها بقى الناس اللي في القرية وصلوا، كلهم بدأوا يخبطوا على الباب جامد علشان حد يفتح لهم. هم يخبطوا ومحدش بيرد عليهم، وكأن البيت فاضي مع انهم كانوا سامعين صوت من شويه. فواحد منهم قال للناس هو فيها يا جدعان، احنا هنفضل نخبط كتير؟ اكيد حصل حاجه جوه ولازم نكسر الباب وندخل نطمن عليهم. كسروا الباب فعلا ودخلوا البيت، بس اتفاجئوا بأبشع منظر ممكن يشوفوه في حياتهم. شافوا شوكت علي صاحب البيت مقتول ومرمى على الارض، وبنته شبنام كانت مرميه جنبه ومغمى عليها. لا ومش كده وبس، ده زوجة شوكت هي كمان مقتوله، واولاده الاثنين ومرات ابنه وبنت اخوه اللي عندها 12 سنه كلهم مذبوحين ومرميين على الارض. البيت حرفيا اتحول لمجزره، عيله كامله ماتت مقتوله ومحدش يعرف مين اللي عمل كده. حتى الواد الصغير اللي كان عنده 10 شهور بس في حد خانه ومات ومرمي جنب والده ووالدته. البنت الوحيده اللي عاشت هي شبنام بنت شوكت علي واللي عندها 25 سنه. شبنام صحيت في المستشفى بعد ساعتين، والشرطه سالوها هو ايه اللي حصل بالظبط. قالت لهم ان في شويه حراميه هجموا على البيت بتاعه وهم اللي قتلوا عيلتها كلها، بس الشرطه ما اقتنعوش بكلامها، وخصوصا ان البيت ما كانش فيه حاجه مسروقه منه، ده غير ان باب البيت الرئيسي كان مقفول كويس وقتها، وده معناه ان مفيش حد دخل او خرج من البيت. وتقرير الطب الشرعي اثبت ان الضحايا كلهم اتعرضوا للتخدير قبل ما يتقتلوا، يعني اكيد في حد من جوه البيت هو اللي خدرهم. طبعا الشرطه بدات تشك في شبنام اكتر، وسالوها ازاي عيلته كلها اتخدروا قبل ما يموتوا وانت ما اتخدرتيش مع انك كنت معاهم، ده غير انك انت الوحيده اللي طلعتي عايشه من وسطهم. شبنام اتوترت وما كانتش عارفه ترد وسكتت وما اتكلمتش. فالشرطه بداوا يحققوا مع سكان القريه، والجيران قالوا ان شبنام في الفتره الاخيره كانت بتتخانق مع اسرتها. شبنام بتشتغل مدرسه واخده ماجستير في الانجليزي والجغرافيا، وعيلتها من اعيان القريه وحالتهم الماديه مرتاحه، وطبعا كانوا عاوزين يجوزوا بنتهم لواحد غني زيهم. لكن شبنام كانت بتحب واحد من القريه اسمه سليم. طب سليم ده بيشتغل ايه اصلا؟ لا ما بيشتغلش، ده عواطله ومن عيله فقيره وما حلتوش اي حاجه، يعني من الاخر كده الواد على الحديده. شبنام قالت لاهلها انا عاوزه اتجوز سليم. ابوها قال لها نعم يا اختي، سليم من ده الواد الفقير الفاشل اللي ما حلتوش حاجه؟ ايوه بس انا بحبه. حبك بورس، انت هتتجوز اللي انا هقول لك عليه. لا انا مش هتجوزه. البت قالت له انا مش هتجوز من هنا ومسكها اداها العلقه التمام. البت برضه ما تهدتش وكانت بتقابله من ورا اهلها، فقدموا في سليم بلاغ في اسم الشرطه علشان يبعد عن بنتهم، وقفلوا عليها كل الابواب اللي خلاها تفكر انها تتجوز سليم، حتى ما بقتش قادره انها تشوفه زي زمان. وخلاص بقى البنت انفجرت في اهلها. الشرطه ضغطوا على شبنام علشان تعترف وتقول ايه اللي حصل بالظبط، وجابوا سليم هو كمان لحد ما اعترفوا اخيرا بالجريمه. قالوا انهم دبروا الجريمه مع بعض علشان يخلى لهم الجو لوحدهم ويتجوزوا، وخصوصا ان شبنام كانت حامل من سليم في الشهر الثاني. لا بقى اهدوا كده وعرفوني التفاصيل بالظبط، خدرتوهم ازاي قبل ما تقتلوه؟ شبنام قالت ان سليم اداها المخدر، وبعد ما اتعشوا عملت لهم الشاي بنفسها، حطت لهم المخدر في الشاي، وقبل ما يخلصوا كوبايه الشاي كان كلهم اغمى عليهم. فاتصلت بسليم وقالت له تعالى انا خدرت اهلي خلاص. سليم جالها بسرعه وكان ماسك فاس في ايديه، دخل البيت ولقاهم كلهم نايمين قدامه. شبنام راحت على والدها اللي منعها تتجوز سليم، مسكت راسه ورفعتها لفوق، وسليم خبطوا عليها وقتله. بعدها راحت على والدتها وقتلهم كلهم. لما وصلوا للطفل الصغير اللي عنده 10 شهور رفعت راسه وقالت لسليم يقتله. قال لها انت بتعملي ايه؟ الواد صغير انا ما اقدرش اعمل كده، خلاص خليك انت بعيد. وحطت ايديها على رقبته وبدات تخنقه لحد ما مات في ايديها، وحطته من جثه ابوه وامه الميتين. بعدها سليم طلع من البيت وشبنام قفلت الباب وراه، وبدات تصرخ بصوت عالي علشان الناس يسمعوها، ونامت على الارض ومثلت انها مغمى عليها. الجريمه دي انتشرت في الهند كلها. الغريب ان في المحكمه سليم وشبنام انقلبوا على بعض. سليم قال ان شبنام هي اللي خططت ونفذت كل حاجه، وليلتها كانت شاربه خمره وسكرانه، واتصلت بيه وقالت له تعالى لي على البيت بسرعه. ولما وصل لها عيلتها كلهم مقتولين، وقال للمحكمه انا ما عملتش حاجه وما قتلتش حد، دي شبنام هي اللي قتلتهم. وشبنام قالت انا ما عملتش حاجه يا سياده القاضي، اللي حصل ده كله من تخطيط وتنفيذ سليم، وانه قتل اهلي كلهم من ورايا. القاضي قال لهم انا فاهم اللي حصل بالظبط، وعارف ان عيلتك يا شبنام ما كانوش عاوزينك تتجوزي سليم، واتفقتوا مع بعض وقتلتوهم علشان تتجوزوا، بس كان في حلول تانية كتير كان ممكن تعملوها. يعني ابسط حاجه كان ممكن تهربوا وتروحوا مكان تاني وتتجوزوا بعيد عنهم، بس انتوا طماعين. انت قتلت عيلتك يا شبنام علشان تورثي املاكهم بعد موتهم وتعيشي بقيه حياتك سعيده مع عشيق على حساب عيلتك اللي ماتت.
ماتت. انا مش قادر افهم انت ازاي عملت كده، وانت بتقتلي والدك مش افتكرتي له ولو حتى حاجه واحده بس حلوه عملها علشانك؟ معقول كل الحاجات الحلوه اللي عملها علشانك نسيتها قصاد حبك لسليم؟ ولا حتى والدتك اللي قتلتيها مش افتكرت لها يوم واحد بس خدتك في حضنها وطبطبت عليكي؟ بقى الست اللي خلفتك وتعبت عليكي طول عمرها هتعملي فيها كده؟ انت مش بني ادمه، انت شيطانه ما بتحبيش غير نفسك وبس. واخيرا تم الحكم عليها بالاعدام. المشكله ما انتهتش لحد هنا، زي ما قلت لكم ان شبنم كانت حامل، خلفت الولد في السجن وسمته باتو، عاش مع والدته 5 سنين في السجن لحد ما واحد من اصدقاء العيله اتبناه ورباه عنده. لما كبر شويه اصحابه كانوا بيتنمروا عليه، لما بيشوفوه كانوا بيقولوا له الحقيقه دي الواد ده اللي امه قتلت عيلتها كلها. ابن شبنام اتهرى تنمر حرفيا، وكانوا بينادوه باسم شبنام. ما هي والدته كانت مشهوره في الهند كلها والناس ما بترحمش حد، مع انه ملوش ذنب اصلا في اللي حصل. حتى اهل القريه اللي شبنام كانت عايشه فيها محدش بقى يسمي بنته باسم شبنام ابدا، مع انه من اشهر الاسماء اللي في القريه ومعظم الناس كانوا بيسموا بناتهم بالاسم ده، بس اعتبروا الاسم ده شؤم مع الهند كلها مش القريه بتاعتهم بس. ولحد تاريخ الساعه شبنام وسليم مستنيين تنفيذ حكم الاعدام عليهم. وبس كده يا جدعان، لحد هنا بينتهي الفيديو، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشير الفيديو، واستنونا في الفيديوهات اللي جايه. سلام.